اعمل لك ايه؟ ما انت اللي مهمله وسايبه بيتك معفن مش بتنضفيه. هيعمل لك ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. تعالى يا نور. منى، هو انت ما بتتحركيش من وانت قاعده على طول؟ في ايه يا نور؟ مريحة شوية. هو ايه منظر البيت ده يا منى؟ ماله المنظر يا نور؟ ماله المنظر؟ انت ما بتعمليش حاجه في البيت، حاجات امبارح بالليل على حاجات النهارده الصبح، كله على بعضه كده والدنيا مكركبه. هو في ايه يا منى؟ ما انا حليم المواعين اخر اليوم بقى. تعالى اقعد. هو انت ما بتعمليش حاجه خالص؟ هو في ايه يا نور؟ انت هتلمي ايه ولا ايه؟ هو انا كل يوم على الوضع ده؟ هو انت جاي من بره مشحون عليا كده ليه؟ مش فاهمه. مشحون؟ انا جبت اخري خلاص، انا اتخنقت ولا حد من اهلك بيتصرف. انت هتفضلي على كده لحد امتى؟ وايه اللي دخل اهلي في الموضوع دلوقتي؟ انا مش فاهمه. هي دي مش عيشتك انت جايه عليها هنا؟ هتفضل عيشتك كده؟ مالها عشتي يا جماعه؟ في ايه مكسله انت عاجبك المنظر ده؟ انا ما بيعجبنيش. انا عادي. انت مش عاجبك اعمل او جيب حد يعمل لك. لا والله. امال انت لازمتك ايه في البيت؟ لازمتي اعمل بمزاجي. تعملي بمزاجك؟ انا قايمه داخله جوه ومش هعمل حاجه. عاجبك مش عاجبك انا داخله جوه. ايه العيشه دي؟ لا انت مش هيجي معاكي غير كده بقى. تعالي. يعني ايه كده؟ تعالي. ايه يا منى؟ ايه يا منى؟ ايه ده؟ بصي ابنك عمل فيا ايه يا ماما؟ ايه ده؟ هو عمل فيكي ليه كده؟ ضربك ليه يا بنت؟ عشان مش مروقه البيت ومش عامله الاكل ومش غاسله المواعين. ينفع كده؟ ما انت برضه يا منى وعنده حق منى. هو المفروض يجي يلاقي بيته متروق وحاجته معموله يا بنتي. بقول لك ضربني. بصي وشي عامل ازاي. مش انت بدي تعملي له حاجته يا بنتي؟ بقول لك بصي وشي يا ماما. انت بجد يعني هو انت عليكي حاجه ايه يا ماما وبنت ايه؟ بقول لك بصي مشلفطني ازاي ومضربني ازاي. في ايه يا ماما؟ انت عايشه مع هولاكو؟ هتتصرفي معاه ولا لا؟ حول الله. اتصرفي مع ابنك بقى. ليه كده يا نور؟ ما حصلتش للضرب يا ابني، الضرب ده للبهايم. بهايم معناها بهيمه صح؟ يا بنتي مش قصدي يا بنتي، انا مش قصدي يا بنتي. انا دلوقتي بقول لك اتصرفي معايا. بصي منظري يمد ايده عليا قطع ايده. تدعيش بقى عليه بقى يا منى، ما انت عمايلك سودا. انت مش بتروقي طول النهار قاعده على التليفون. هو الراجل يا بنتي عايز يلا لقمته يا بنتي. تمام شكرا قوي منك. انا هعرف اتصرف اجيب حقي. يعني ايه تتصرفي تجيبي حقك ده؟ كانت الكسره حقك والنبي ما اتصرف فيكي العلقه اللي عطاها لك. جدع يا واد يا نور، راجل يا ولد النبي جدع. لا بس مظبطها. يا ماما انا عماله اخبط على الباب من بدري. يا ماما. مين؟ منى؟ ايه يا منى؟ عامله ايه؟ بصي يا ماما منظري يا ماما. ايه ده؟ بصي. ايه ده؟ بصي. مين اللي عمل فيكي كده؟ نور ضربني. نور؟ ده يومه اسود. هي وصلت لكده يعمل فيكي كده؟ ورحت لمامته ما عملتليش حاجه. ده يومه اسود. عمل فيكي كده ليه يا منى؟ عشان ما عملتش حاجه البيت، ما روقتش وما نضفتش. انت عشان ما عملتش حاجه البيت يعمل فيكي كده؟ لا كده مش هينفع. نور ده يومه اسود. نور ايه اللي ده غير الضرب اللي في ظهري كمان. ظهري مش قادره اقول لك عامل ازاي. مش قادره. كل مره بتيجي تشتكي منه واقول لك استحملي عشان خاطر العيال، لكن المره دي لا مش هينفع. لازم يقف عند حده. هنعمل ايه طيب؟ لا كده مش هينفع. لازم يوقفوا عند حده. هنعمل ايه؟ ده بيهديني. انا بروح اقول لمامتك ما بتعمليش حاجه. ده انا هاخدك دلوقتي على الاسم، هعمل لك محضر. محضر؟ ايوه محضر، وترجعي بيتك وما تجيبلوش سيره باي حاجه. هتاخدي حقك وانت في بيتك. نور يعمل فيكي كده ليه؟ هو جايبك من الشارع؟ ده انت بنت ناس. ده حفا عشان ياخدك. قومي البسي بقى ماما. قومي يلا. مين؟ انا يا ماما بدخل بس الحاجه المطبخ. ماشي. ايه يا ماما؟ عامله ايه؟ الحاجه اللي قلت لك عليها؟ ماما جبت لي كل الحاجه كلها. مش قادره خلاص تعبت. تعبتي ليه؟ الجو فرهطت يا ماما عبال ما اشتريت الحاجه وجيت لك. انتي ايه الاخبار؟ الحمد لله يا بنتي. الحمد لله. يعملوا ايه؟ مالك في ايه؟ مفيش. لا شكلك متضايق في حاجه. مش عارفه، قايمه مش مرتاحه كده يا بنتي. مش عارفه في ايه. مش حلو. ربنا يستر بقى ويعدي الايام دي على خير والله. هو في حاجه يعني؟ لا مفيش، بس انا مش مرتاحه يا اسماء.
ماما ده نور. نور؟ ايه يا نور؟ يا امي ايه عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه، انا إيه؟ معدي وانا مسافر في كمين. نزلوني من العربيه وودوني على القسم. ليه يا حبيبي؟ شوفي لي محامي ولا اي حد وتعالي على الاسم يا ام. انت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه يا امي، ده في قضيه بتاع الجنحه. قضية جنحة؟ جنحه ضرب. ضرب؟ انت ضربت مين يعني وعمل لك جنحة؟ انا ما ضربتش حد يا امي، انا ضربت غير مراتي. منا؟ ايوه يا امي. كان ضاربها؟ مش وقت كلام، هاتي لي محامي وتعالي. طيب ماشي، اقفل. ايوه انا قلت لك قلبي مش مرتاح. هو كان ضاربها؟ ايوه ضربها يا بنتي، ضربها يا اسماء، مش وقته يا اسماء، سيبيني البس واروح لاخوكي. اتصلي بالمحامي. هي عملت ايه يا ماما؟ اتصلي بس ابقى احكي لك في السكه. اتصلي طب يلا. بالمحامي. يلا يلا بينا. بسرعه. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا خبر ست كده؟ منى؟ نعم. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ها؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت ازاي منى بتعملي كده؟ تبقي قاعده مع ابني واكله وشاربه ونايمه، وفي الاخر انت عامله له قضيه؟ يبقى انت ليكي امان فين انت؟ والله مالكيش امان. ولما انا جيت لك وانا مورمه وعيني قد كده وخدي قد كده وايدي وظهري واقول لك تقولي من عمايلك اللي مهانه عليكي تكلمي ابنك ولا تقولي له كلمتين، كنت فين وقتها؟ صالحك وخلاص وعدينا الليله، وصالحك وحقك عليا يا منى. ليه خبط كل فيا ده غصب عنه عشان يصالحني؟ كل ده وانت مرقده له وعامله له قضيه وتسيبيه يتمسك كده في كمين؟ يبقى انت عايشه معاه وتاكلي معاه اللقمه باللقمه معاه وتعملي له محضر يا منى؟ ولما انزل لها اقول لها ابنك بهدلني وضربني بصي بهدلني بمعنى الكلمه وضربني قطعني ضربه، لما انزل اقول لها كده وما تعمليش حاجه، ايه رايك انت؟ اعمل لك ايه؟ ما انت اللي مهمله وسايبه بيتك معفن مش بتنضفيه. هيعمل لك ايه؟ هو يا اختي مش واخد على كده. والله؟ هو مش واخد هو مش واخد على كده. وبعدين تيجي دلوقتي تتنازلي بسرعه. يلا ده هيتحبس. ما انا هتنازل مش عشانك انت ولا عشان خاطره هو، عشان خاطر ادوقك اللي انتوا دوقتوهولي. شفتي انت ابنك وجعك ازاي؟ مش وقته يا اختي تدوقيني وادوقك يا حبيبتي. لا انا حبيت اشوفك بس وانت موجوعه على ابنك زي ما انا جيت لك. امي برضو اتوجعت عليا، جيت لك ما عملتليش حاجه، رحت لامي امي مقهوره عليا ومكسوره. شفت ابنك بيوجع ازاي؟ انما انا حيالله غريبه فعلا، يضربني يكسرني يعمل اي حاجه. مش وقت الكلام دوت. انت تيجي دلوقتي تتنازلي عن المحضر. يلا. ما انا قلت لك هتنزل مش عشان خاطركم، عشان خاطر هو ابو عيالي. ما انا رايحه دلوقتي ابو عيالك افتكرتي ان هو ابو عيالك، ولما رحتي عملتي فيه المحضر ما كانش ابو عيالك. اسماء انا مش طايقه اقعد في البيت ده ولا طايقه اشوف وشي. انا هستناكوا تحت. بس اقول لك على حاجه. هي غلطانه مليون غلط، بس هو غلطان انه مد ايده. لا يا اختي غلط، وهو مش زي غلطها هي يا اختي. لا هي غلطها اكبر، بس ما ينفعش. بس خلاص يا اسماء مش وقت كلام، مش وقته خالص. السلام عليكم. السلام عليكم. منى خلاص احنا ملناش عيش مع بعض. انت واحده اكله شاربه نايمه في بيتي، بنهزر بنتكلم قاعدين بناكل مع بعض، وفي نفس الوقت ماشيه في اتجاه ان انت بتطعنيني في ظهري وعامله لي محضر وجنحه وتقرير طبي. طب ازاي امن معاكي وان انت تعيشي معايا؟ وانت لما ضربتني؟ انا ما ضربتك. انت ما فيش حد عارف يتكلم معاكي يا ضربتني ونزلت لمامتك، ما قالتليش حتى معلش بالكذب. عادي خليك تستقوى اكتر عليا. انت غلطتي وانا غلطت، بس انت غلطك كبير. انت جيتي قعدتي في وسطينا وقاعده معانا ومحسسانا بالامان وفي نفس الوقت بتغدري بينا، فيبقى لا انا من يوميها وانا عامله الموضوع ده على فكره. انا رحت لماما يوم ما عملنا كده تقرير طبي من المستشفى ورحت عملت لك. كنت قعدتي عند امك ما جيتيش قعدتي وسطينا. اقعد عند امي ليه؟ اخد حقي. انت مش المفروض ان انت عملت كده؟ هو انت تاخدي حقك بالغدر؟ لا انا عملت حاجه قصاد حاجه. لا بصي يا منى، انا هاخد شنطتي، ده بيتك وانت حاضنه واقعدي مع عيالك وكله تمام، بس ورقتك هتوصل لك، وانا هاخد شنطتي وانزل اقعد عند امي تحت. ماشي اللي انت شايفه. يعني هي خلصت على كده؟ طبعا احنا مش محتاجين نقول لكم ان دي قصه حقيقيه، هي دي قصه حقيقيه فعلا، واظن انها اتكررت اكتر من مره في كذا بيت. هي مش عندنا بس اتبعتت لنا بس، لا موجوده في كل حياه الدنيا. الزوجه تروح
تعمل محضر وتقعد في بيتها وتدي اهل جوزها الامان وتدي جوزها الامان، وفي نفس الوقت بتغدر بيهم وماشيه في اجراءات. فدي ينفع انها تقعد في البيت مع جوزها ولا ما ينفعش؟ معلش برضو مش بس الستات اللي بيعملوا كده، وفي رجاله برضو بيعملوا كده مع مراتاتهم، وبيعملوا لهم اللي هو طلاق غيابي، وبيعملوا لهم حاجات كتيره. الدنيا ماشيه من ناحيتين يا نور، فالدنيا ما بقاش فيها امان الصراحه. ما فيش امان. فيا جماعه نتقي في بعض شويه ونراعي بعض ونعمل بعض بالمعروف، يا كده يا كل واحد يروح لحاله افضل. طبعا ما يبقاش عيشه باطمئنان واتنين بيطمنوا لبعض وقاعدين مع بعض في بيت واحد، وفي الاخر واحد من التاني يغدر بالتاني. وما ينفعش برضو راجل يمد ايده على مراته. لا دي طبعا غلطه كبيره. ينفصلوا احسن. طبعا انفصال احسن. شكرا.